تعرف ايه هو الهاجس اللي بيسيطر على عقل الكتير من معلمي وحفظة القرآن الكريم اللي عاوزين يدخلوا مجال تعليم الأعاجم؟ صدقني لا هو الشرح ولا القواعد ولا حاجة من دي أصلا، وإنما هو سؤال بيتكرر بشكل كبير جدا، وهو إزاي نبدأ المجال ده أصلا؟ حاسس إنك أنت تايه ما بين عشرات الكورسات ومئات النصايح والعديد جدا من الطرق، ومش عارف إزاي توصل إنك أنت تكون معلم للأعاجم تحقق دخل دولاري مجزي وأنت قاعد في بيتك. أو ممكن تكون خايف من البدايات وحاسس إن المجال كبير قوي وإنه محتاج خبرة سنوات طويلة جدا. كلها تساؤلات مهمة بتيجي في بال أي واحد عاوز يدخل مجال تعليم الأعاجم، وكلها فعلا تساؤلات محتاجة وقفات معاها، وعشان كده إن شاء الله بفضل الله عز وجل النهاردة هجاوبك عنها كلها، وهاخدك في رحلة من الصفر لغاية لما جدولك يتملي طلاب، حتى ولو كانت خبرتك في هذا المجال صفر وكنت أول مرة تسمع عنه مني والنهاردة. ومش بس كده، أنا كمان هفترض إن إمكانياتك صفر، سواء في الإنجليزي أو في القرآن أو في أي مادة عاوز تعلمها للأعاجم. هفترض إنك أنت أول مرة تبدأ النهاردة، وإن شاء الله مع نهاية الفيديو هتلاقي إن أنا اديتك كل المعلومات اللي أنت عايزها. مفيش أي معلومة هحس إن هي ممكن تاخدك خطوة لقدام إلا وهحاول أوضحها لك بأيسر الطرق. فاستعد إنك أنت تسيب إلى الأبد مرحلة الحيرة إلى مرحلة جديدة اسمها أنا معلم ناجح، عندي جدول متكامل وبتعامل مع طلاب من جميع أنحاء العالم. فيلا بسرعة جهز ورقة وقلم واكتب ورايا الكلام اللي أنا هقوله ده، علشان غالبا مش هتسمع عنه في حتة تانية. الخطوة الأولى إنك أنت تحدد بداية المسار بتاعك أو المادة اللي أنت عندك قدرة إنك تدرسها للأعاجم. وإحنا عندنا مواد كتير، وأي شيء وأي مهارة أنت ماهر فيها ممكن تعلمها للأعاجم، سواء كانت فيزياء أو كيمياء أو أحياء، وطبعا أو قرآن أو إسلاميات أو لغة عربية. لازم تسأل نفسك السؤال ده: إيه هي المادة اللي أنا عندي شغف ليها وأقدر أبذل فيها مجهود علشان أكون مدرس متميز فيها؟ لو كان عندك إجابة للسؤال ده فهي دي المادة اللي أنت لازم تبدأ فيها فورا. ولو ما كانش عندك إجابة فأنا أنصحك انك انت تبدأ بتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم. طب ايه السبب؟ السبب بكل بساطة انك انت بتروح للحتة اللي احنا كعرب متميزين فيها، واللي الناس بتدور علينا علشان نخدمهم في المنطقة دي. انت كده هتحيد المنافسين، بالعكس انت هتكون متقدم على اي منافس. عندنا منافسين شطار جدا جدا هنود، وعندنا منافسين باكستان. فلما حد يكون بيدور على حد مدرس عربي او مدرس قرآن، غالبا العرب هم اللي بيكونوا متميزين في المجال ده. فانت كده من البداية بتفصل نفسك وبتبعد نفسك عن مجال منافسة كبير، وبتروح للحتة اللي انت اوريدي متميز فيها والناس محتاجاك فيها بالفعل. الخطوة التانية: اكتساب المهارات اللازمة علشان اكون مدرس لغة عربية وقرآن ناجح. انا قلت لك ان انا هفترض انك انت اول مرة تسمع عن المجال ده، وعلشان كده هبدأ معاك من الصفر. هفترض انك انت امكانياتك صفر في القرآن، وامكانياتك صفر في اللغة العربية، وامكانياتك صفر في الانجليزي. فتعالى ناخد منهج معين علشان بعد فترة ما يكون عندك قدرة وتكون مؤهل حقيقة انك انت تكون مش بس مدرس، ولكن مدرس متميز للأعاجم. اولا في مجال القرآن الكريم هحتاج منك كل يوم من ربع ساعة لنص ساعة تعمل شادوينج، او انك انت تقرأ مع شيخ متقن. مش لازم شيخ حقيقي، ممكن شيخ عن طريق اليوتيوب او اي وسيلة اخرى تشغل الشيخ وتردد معاه. وطبعا انا نصحت قبل كده كتير بالشيخ الحصري، لان قراءته بطيئة ومفصلة واحكامه قوية جدا، فاكيد مع الوقت هيأثر فيك. ممكن تحس في البداية ان الموضوع صعب وانك انت بتتعثر كتير في القراءة وان الاحكام مش طالعة معاك، ولكن صدقني مع الوقت احنا بنقول انت معاك 6 شهور، فبعد الشهر الاول والتاني والتالت هتلاقي تحسن ملحوظ جدا جدا جدا، لان ربنا سبحانه وتعالى لما تقرب له اكيد هيديك، ولما يلاقيك بتجتهد اكيد هيكافئك. مع هذا المجهود اللي انت بتبذله في هذا الجانب، حاول تنقي كتاب تجويد مختصر وتبدأ تقرأ فيه. ولو في اي حكم ما فهمتهوش او حسيت ان هو غامض عليك، عدي على اليوتيوب واكتب الحكم، وهتلاقي فيه شروحات كتير جدا هتوضحه لك بكل بساطه. هسيب لك في المصادر ان شاء الله كتاب تجويد تبدا بيه، لانه ملخص التجويد لسؤال وجواب باسلوب سهل جدا جدا جدا، هيخلي التجويد بالنسبه لك زي الميه. احنا كده تقريبا خلصنا ما يتعلق بموضوع القران، ولكن لو قدرت انك انت تلاقي شيخ
حتى ولو اونلاين، تاخد منه اجازه ولو قرائيه، يعني اجازه مش عن ظهر قلب، هبص في المصحف واقرا قدامه، ويديك اجازه مسنده للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده انجزت انجاز عظيم جدا، وميزت نفسك عن كتير جدا جدا من حفظة القرآن او من معلمي القرآن اونلاين. ابدأ في البحث عن الشيخ بعد الشهر الثالث من الشادوينج، من تقليد الشيخ لما بيقرأ وانت بتقرأ وراه، وانا هسيب لك ان شاء الله فيديو شرحت فيه بالتفصيل ازاي تعمل كده. بعد 3 اشهر هيكون قراءتك اتحسنت، وهتكون مؤهل ان شاء الله انك انت تاخد اجازه. تعال بقى لمجال اخر، وهو تعليم اللغه الانجليزيه، واللي بيمثل العقبه الاكبر في طريق اي حد عاوز يدخل لمجال تعليم الاجانب. انا مش هطول عليك، هقول لك بس على منهج واحد فقط، وممكن ازود لك زياده بسيطه بعديه. المنهج هو كورس اسمه بوزو، برنامج اسمه بوزو بتنزله على موبايلك، وعاوزك بس تذاكر منه المستوى الاول. تذاكر المستوى الاول 3 مرات متتاليه، كل مره منهم تبذل فيها مجهود وباتقان. يبقى هذاكر برنامج بوزو مره والثانيه والثالثه. لو مش عارف ازاي تذاكر درس انجليزي وكان الموضوع ده جديد عليك، فهسيب لك ان شاء الله فيديو ليا قديم بس مهم جدا عن كيفيه مذاكره دروس اللغه الانجليزيه، ازاي تذاكر درس انجليزي. ولو مش عارف برنامج بوزو او لسه اول مره تسمع عنه، فانا عامل هنا على القناه 3 فيديوهات كاملين عن برنامج بوزو، وعامل عنه مراجعه كامله بمميزاته وعيوبه. وهو بالمناسبه البرنامج الوحيد في تاريخ القناه اللي اديته 10 من 10 في موضوع تعليم اللغه الانجليزيه. يبقى انا معايا 2 أو 3 ساعات كل يوم بعمل شادوينج، بقرا في التجويد، بذاكر منهج انجليزي وبعيد مذاكرته اكتر من مره. طيب بعد كل ده ممكن تضيف حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي انك انت في اوقات فراغك تسمع انجليزي مناسب لمستواك. مهارة السماع مهمة جدا جدا، وبتاخد مستواك في الانجليزي لحتة ثانية حقيقة. ولذلك ارشح لك كورس اسمه Learn English via Listening. الكورس ده مجاني تماما، ممكن تنزله من على الانترنت، مجاني تماما ومقسم على المستويات، وهو عبارة عن دروس سماع مترتبة على حسب مستواك في اللغة الانجليزية. الكورس برضو يا اخوانا رائع جدا، وعملت له هنا في القناة مراجعة في اكتر من فيديو، ممكن تتفرج عليهم، وهتلاقي في الفيديوهات دي رابط لتحميل الكورس كاملا بشكل مجاني. طيب لو انا مش عاوز اشتت نفسي ومش عايز اقعد الفترة دي كلها 6 شهور، فانا ساعتها هنصحك بكورس المعلم الطليق. الكورس ده كورس انا عامله مخصوص لمعلمي القرآن الكريم اللي عايزين يدخلوا المجال. هياخدك في الانجليزي، الكورس طبعا مركز جدا جدا يا اخوانا، بيديك الانجليزي الخاص بمعلمي القرآن، الجمل اللي انت هتستخدمها مع طلابك في تعليم القرآن، العبارات والمحادثات والقصص اللي هتفيدك في المجال اللي انت شغال فيه من غير اي نوع من انواع التشتيت. وكمان بيعلمك التجويد وازاي تشرح التجويد باسهل طريقة باللغة الانجليزية لطلابك. هتعلم منه انجليزي، هتعلم منه القرائية وازاي تعلم طلابك القراءة والكتابة، وكمان هتعلم منه ازاي تشرح التجويد باللغة الانجليزية. والكورس هيأهلك انك انت تدخل المجال في من شهر ل3 شهور ان شاء الله، فهيوفر عليك وقت كبير جدا. الخطوة الثالثة وهي محاولة إيجاد فرصة عمل. مبروك، انت بقالك 6 شهور بتبذل مجهود حقيقي وصادق، وأنا متيقن انك انت دلوقتي جاهز انك انت تشتغل فعلا في شركات تحفيظ القرآن أو تشتغل كمدرس قرآن للأعاجم. عايز أقول لك ان الشغل كمدرس قرآن ليه 3 طرق. الطريقة الأولى انك انت تشتغل في منصات عالمية زي ايتاكي وبريبلي وتيتشر اون، والطريقة الثانية انك انت تشتغل لحساب نفسك، يعني الطالب بيدور عليك وبيبعت لك ان هو عايز درس معاك. والطريقة الثالثة انك انت تشتغل في شركات تعليم قرآن محلية بتدرس قرآن كريم ولغة عربية للأجانب. وبما اننا اتفقنا في اول فيديو على اننا بفترض انك انت صفر وانك انت لسه اول مرة تبدأ المجال، فبلا شك برشح لك تبدأ بالشغل في شركات تعليم القرآن المحلية مع الأجانب. الطريقة دي وإن كانت الأقل من ناحية الفلوس، إلا إنها أفضل ليك 100 مرة ما تبدأ من مستوى عالي. طيب ليه؟ علشان سببين 2 مهمين جدا. السبب الأول هو الانترفيو. لما تيجي تقدم لأكتر من شركة هتحضر أكتر من انترفيو، فلو اترفضت في الانترفيو هتعرف إيه نقاط ضعفك، إيه الحاجات اللي ناقصاك وهتشتغل عليها وتكملها. ولو اتقبلت في الانترفيو فده معناه إنك أنت استكملت الأدوات بتاعتك، وإنك أنت مستعد تدرس الأجانب بالفعل. دي الفايدة الأولى. الفايدة الثانية وهي الإشراف. شركات تعليم القرآن المحلية الجاد ده بيكون فيها إشراف على معلم القرآن. بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أنت وأنت في الحصة بيدخل معاك المشرف وبيلاحظ وبيراقب عليك، وبيلاحظ نقاط الضعف عندك اللي محتاجة تطوير وبيقولك عليها علشان تطورها، وبينصحك نصائح هتفيدك جدا في هذا المجال. وبعض الشركات بيسجلوا اللقاء اللي بينك وبين الطالب
وبعد كده يعدي على مرحلة الإشراف، وبعد كده تاخد فيدباك على طريقة تعليمك للطلاب. تخيل لو انت اشتغلت في شركة محلية لمدة سنة، بيدخل عليك مشرف والتاني والتالت وبتاخد نصايح وبتستفيد، صدقني بعد سنة هيكون عندك قدرة انك انت تشتغل بأي وسيلة من هذه الوسائل. طيب دلوقتي ميعاد السؤال الذهبي اللي اكيد هو موجود في دماغك دلوقتي، الاقي الشركات دي فين اصلا واقدم لها ازاي؟ ببساطة يا غالي هسيب لك برضو تحت رابط، قلت لك انا مش هسيبك النهاردة، انا هديك النهاردة كل حاجة ممكن تفيدك. هسيب لك رابط ان شاء الله هيوصلك لبوست في قناتي على تليجرام. احنا عندنا مجتمع مكون من آلاف المشتركين في قناتي على تليجرام. هتلاقي في قناتي في بوست انا حاطط تحته الحاجات اللي افادتني شخصيا واللي دخلتني المجال، وهتلاقي معانا معلمين بيحبوا الخير لغيرهم. كل ما واحد منهم يلاقي شركة او لينك او جروب فيه تقديم لشركات بيحطوا برضو تحت نفس البوست، فانت هتلاقي عندك لينكات كتير بس انت لاحق على التقديم. طيب قدمت وما اتقبلتش في شركة واثنين وثلاثة وما اتقبلتش، اعمل ايه؟ انا كنت عامل قبل كده فيديو اسمه مفتاح القبول في شركات تعليم القرآن، وان شاء الله برضو هكلمك عن الموضوع ده بتوسع اكتر قدام في فيديو تاني، ولكن دلوقتي انا هنصحك بس 3 نصايح حطهم في ودنك، لو نفذتهم هيغنوك عن كل حاجة ان شاء الله. رقم 1، شوف كل شركة طالبة منك ايه واعمله بالظبط وابعته بنفس الترتيب اللي الشركة طالباه. قالوا لك مثلا احنا عايزين المتقدم عندنا يسجل بصوته اول صفحة في سورة مريم، هتسجل سورة مريم بصوتك وهتبعتها رقم 1. قالوا لك احنا عاوزين السي في، هتبعت السي في. كل حاجة يطلبوها منك تبعتها بالترتيب اللي هم طالبينه، وطبعا من غير تجويد، اقصد يعني ما تزودش حاجات من عندك وما تنقصش حاجات هم طالبينها، ابعت الحاجة اللي هم عاوزينها بالظبط. رقم 2، لما تبعت سواء بعت السي في او بعت بياناتك لازم تخلي وسائل التواصل معاك واضحة جدا جدا جدا، ما يبقاش الراجل بعد ما قابلك بيدور على رقم تليفونك ولا زي يبعت لك على الواتساب، لازم الموضوع ده يكون واضح جدا جدا. رقم 3، حاول تقدم في اكتر من شركة من شركات تحفيظ القرآن وما تيأس، ممكن تترفض في شركة والتانية والتالتة، بل حاول كمان انك انت تقدم في شركة اكتر من مرة. لو اترفضت مرة حاول تشتغل على نقاط الضعف اللي هم بلغوها لك، وبعد كده ترجع تقدم تاني من غير الحاح. وطبعا طبعا طبعا لو قدرت باسلوب جيد تتواصل مع الشركة وتعرف هم رفضوك ليه، فده هيكون كويس جدا جدا ليك علشان تاخد نقطة الضعف دي وتشتغل عليها وتقويها. الخطوة رقم 4 وهي الاستعداد لحصة الترايل ليسن أو الحصة التجريبية اللي بينك وبين الطلاب. ألف مبروك، أنت كده اتقبلت في إحدى شركات تحفيظ القرآن، فهتبدأ الشركة بعد كده تبعت لك رويدا رويدا طالب تلو الآخر علشان يحجزوا معاك حصة. الحصة الأولى بيكون اسمها الحصة التجريبية، يعني الطالب بيحجز معاك حصة بس علشان يشوف هل هيكمل معاك ولا مش أنت المدرس اللي هو بيدور عليه. فحاول في الحصة دي تكون جذاب جدا للطالب وتبذل مجهود كبير علشان الطالب يقبلك. الموضوع ده يا اخوانا مهم جدا جدا علشان حصة الترايل ليسن علشان الشركة تجيبها بتصرف عليها اعلانات من 20 ل 60 دولار، فلما تبعت لك الطالب والطالب يمشي وما يجيش تاني فمعنى كده انك انت ضيعت على الشركة 60 دولار. فحاول تقارن بين مدرس الشركة بعتت له 10 طلاب في 8 منهم حجزوا معاه، ومدرس تاني الشركة بعتت له 10 طلاب في 2 بس حجزوا وضيع على الشركة 8 طلاب. اكيد بلا شك الشركة لما يجي لها طالب جديد هتبعته للمدرس الجذاب اللي الطلاب بيحبوه من اول مرة وبيكملوا الحجز معاه، وده لانه بيحافظ لهم على رأس مالهم. فعلشان كده لازم في حصة ترايل ليسن تبذل اكبر مجهود. طيب ازاي اتقبل في حصة الترايل ليسن؟ ان شاء الله ده هيكون عنوان لفيديو قريب جدا جدا، ولكن احنا في كورس المعلم الطليق عاملين قسم كامل متكامل عن حصة الترايل ليسن. تكلم الطالب في ايه؟ المفردات الانجليزية اللي انت بتستخدمها في هذه الحصة، كل حاجة لها علاقة بحصة ترايل ليسن معمول لها قسم كامل في كورس المعلم الطليق. ولكن في الوقت الحالي هنصحك 3 نصايح. النصيحة الأولى، حضر للحصة كويس، اعرف انت هتقول للطالب ايه وهتتعامل معاه ازاي. رقم 2، حاول تكون ودود ومبتسم وتتعامل بود قدر الإمكان. رقم 3، حاول تبذل أكبر مجهود عندك وتبين مهاراتك. لو هتقرأ مع الطالب تقرأ بتجويد كويس جدا، لو الطالب سألك سؤال تحاول تبينه انك انت عاوز تجاوبه وتفهمه كل حاجة لها علاقة بالسؤال اللي هو سأله لك. يبقى هحضر لحصتي وهتكلم بأسلوب ودود وهبين لهم مهاراتي التعليمية والعلمية، وإن شاء الله لو أنت عملت ال3 نصايح دول اللي أنت ممكن تكون مستقل بيهم هتلاقي إن الطالب هيحضر معاك وهيحجز وهيستقر عليك. الخطوة الخامسة والأخيرة في رحلتنا النهاردة هي بعد القبول. بعد ما الطالب
يحجز معاك حصه ترايل ليسن ويوافق عليك. دلوقتي بقينا داخلين في مرحله الحصه العاديه، وانت دلوقتي كمدرس في مرحله ملء الجدول. انت لما بتدخل مع شركه بيكون جدولك صفر. في مدرسين يا اخوانا بيبقى نصيبه في الشركات حصه او حصتين في الاسبوع، بيشتغل ساعه او ساعتين. وفي مدرسين تانيين جدولهم بيتملي. ليه؟ اولا علشان حصه ترايل ليسن، ثانيا علشان بعد ترايل ليسن لما الطالب حجز معاك بشكل منتظم، حجز حصتين في الاسبوع، حجز 5 حصص في الاسبوع، بعدها بقى يلاقي المدرس بيجي في ميعاده، المدرس بيجتهد معاه، ما لقاش طاقة المعلم قلت، ما لقاش حماسه للحصة نام. المعلم لازال متحمس، لازال بيشرح لنا باسلوب كويس، لازال ودود معانا، لازال محافظ على مواعيده. فايه اللي هيحصل؟ الطالب هيكمل معاك. في بعض المدرسين عمر طلابهم قليل، بيحجز اسبوع او شهر او شهرين وبعد كده يختفي. فهنقول تاني، حط نفسك مكان الشركة اللي هتلاقي المدرس الاول الطلاب بيحجزوا معاه، بعد كده بيقبلوه، بعد كده بيستمروا معاه. ومش بس بيستمروا معاه، لا ده كمان بعد فتره الراجل بيقول انا عاوز احجز لاخته بس لو سمحتوا مع نفس المدرس. او واحد تاني يتصل بالشركه يقول لهم والله انا عايز احجز مع استاذ فلان بالذات لان هو بيدي ابن صاحبي. قارن بين ده وبين واحد الطلاب بيطفشوا منه، الطلاب اللي هم لحم الشركه وعظمها، الطالب اللي هو عدى مرحله الترايل ليسن وحجز فعلا ودفع للشركه. ده اهم حاجه، ده الحاجه اللي بتحافظ على استمراريه الشركه. فصدقني لو الشركه لاحظت ان الطالب بتاع الترايل ليسن بيجي عندك ويقبلك وبعد كده بيستمر معاك وبيقعد معاك فترات طويلة، الشركة مش بس هترشح لك طلاب جدد وبكثرة، لا ده الشركة رقم 1 هتعلي الريت بتاعك. يعني سعر الساعة بتاعك بدل ما هو $3 لا ممكن يوصل ل5 وال6 $. ده رقم 1. ورقم 2 هيطلبوا منك انك انت تفضلهم وقت اكتر. انت والله بتشتغل عندنا ساعتين بس، احنا لو سمحت عايزينك تفضلنا 5 ساعات كاملة. وهتلاحظ انك انت دونا عن اي مدرس تاني في خلال شهرين او 3 اشهر جدولك اتملى بالفعل، وبقيت تحقق على الاقل من 500 ل $1000. وصدقني ممكن تكون هي دي بس البدايه. طيب بعد كل ده انا عارف ان حضرتك دلوقتي استثقلت الموضوع وقلت ان المشوار يبدو ان هو طويل جدا ومليء بالتحديات. صدقني الموضوع مش كده. انا عايزك بس تتخيل احساس اول طالب يحجز معاك واول راتب حلال دولاري مجزي يوصلك. صدقني لو انت فكرت بالعقليه دي، العقليه الايجابيه اللي بتبعت لنفسك رسائل نجاح مش رسائل فشل، كل الصعاب دي هتهون عليك. لا سيما وان فتره الاعداد اللي انت فاكرها طويله ال6 شهور دول هي مش هتضيع عليك. انت في النهايه بتحاول تحفظ قران، بتحاول تتقن التجويد، ودي اصلا حاجه مطلوبه مننا كمسلمين. فانت بتقعد 6 شهور مع القران، ده انت كده بتقرب من ربنا. ثانيا الوقت اللي انت بتقضيه في تعلم اللغه الانجليزيه، حتى لو انت مش هتشتغل معلم قران الاجانب برضه ما ضاعش عليك، لان اي شغلانه هتشتغلها واي مهاره هتروح لها هتكون متطلبه تعلم اللغه الانجليزيه. فانت في النهايه بتقضي وقتك في مهارات مفيده جدا جدا جدا. اصلا لو انت مش بتفكر تبقى مدرس قران لازم تقضي وقت كبير معاها. انا كده تقريبا خلصت كل اللي عندي. صدقني اي حاجه كنت متخيل ان هي ممكن تاخدك خطوه لقدام، اي نصيحه اي تركايه حاولت اقولها لك النهارده. وكمان لو لسه حاسس انك انت محتاج مساعده اكتر ممكن تشترك معانا في كورس المعلم الطليق. هسيب لك ان شاء الله في الديسكربشن الرابط بتاع الاشتراك، واشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.